الملعب الآن مجموعة من الإداريين وطبعا الجهاز الفني والإداري واللاعبين لطبعا حديث لاعبين نادي الشباب والحديث معهم بعد هذا الفوز. إذن الشباب الآن يتقدم ويسجل طبعا على مستوى النقاط نقطة رقم 15. راح نجري إن شاء الله مقابلة مع من خلال المتواجدين. بيكون معنا الكابتن نايف القاضي وايضا مجموعه من اللاعبين. بعد هذه التحيه الصوت والصوره للزميل مهند تفضل. شكرا عبد العزيز. معايا مشرف الفئات السنيه ومشرف الفريق الاولمبي الكابتن نايف القاضي لاعب الدولي السابق ولا كابتن نادي الشباب. طبعا كابتن نايف، اول شيء نبارك لكم الفوز. قدمتوا مباراه حلوه، حصلت على المهم 3 نقاط واحرزتوا هدف وحيد تقريبا، رغم ان الاتحاد كان مسيطر لكن ما كان خطر عليكم، بس انت حصلت المهم اللي هو 3 نقاط وما زلت في الصداره. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا كله توفيق وفضل من الله. طبعا ما ننسى دعم اداره النادي الامير خالد بن سعد والامير عبد الله بن فيصل، كلهم ما قصروا. والمجموعه اليوم ما اقول لك انه كان مستوانا كويس، بالعكس انا العكس اقول لك اليوم يمكن من اسوء المباريات مستوى، لكن اخذنا الاهم ال3 نقاط. طبعا انتم الان في الصداره، تقريبا صرتوا 15 نقطه على ما اعتقد، كنتوا 12 صرتوا 15 نقطه. هذه ثاني مباراه لكم قويه تختبروها على ما اعتقد، اول مباراه جايتكم انديه ثانيه، خصوصا انها بطوله احنا عارفين انه اي اولمبي يعد للفريق الاول، لكن هذه البطوله اختلفت السنه هذه، يعني فيها صعود وهبوط وفيها يعني منافسات اقوى نوعا ما. كيف استعديتوا من هذه الناحيه بالذات، يعني انه في منافسه حتكون فيها صعود وهبوط مع الانديه اللي تحت، وغير كذا في انديه تتحصل على البطوله، كيف استعديتوا هذا الشيئين يعني؟ اول لازم تعرف انه كل المباريات اللي نلعبها صعبه، احنا ما ندخل مباراه باسم الفريق او بشعبيه الفريق ابدا، احنا كل مباراه بندخلها انه نكسب منها على الاقل اللاعب ياخذ ثقه في نفسه اكثر شيء، خاصه يمكن الجميع ما يعلم انه عندنا 7 لاعبين صاعدين من الشباب مصعدين للفريق الاولمبي، ما عندنا اي لاعب من الفريق الاول، بالعكس احنا ندعم الفريق الاول باللاعبين، وهذه الخطه اللي احنا ماشيين عليها ان شاء الله، انه نشوف ان شاء الله اكثر من لاعب في الفريق الاولمبي نشاهدهم ان شاء الله يلعبوا في الفريق الاول، زي ما شفنا يمكن المباراه الماضيه كان في حمد الجيزاني قدم مباراه كبيره. فزي ما قلت لك احنا كل مباراه اللاعب لازم يعرف ويتعلم ثقافه الفوز، وانه يفوز في كل مباراه ويحط في عينه انه هذه المباراه هي الاخيره. هذا اللي حاصل الان، وان شاء الله انه بتكون المباريات الجايه افضل وافضل، وان شاء الله نتمنى انه يصعد اكبر عدد من اللاعبين للفريق الاول، وهذا الهدف الاول. شفنا اليوم دفاع قوي نادي الشباب، حنشوف ان شاء الله في مستقبل النايف قاضي اخر في الشباب. ان شاء الله اتمنى انه بالعكس مدافعين من احسن ما يكون، مو بس الا لاعبين مشاري شو اسمه سبيع عريشي وعبد الله الفهد، لا في عندنا ما شاء الله 3 زيهم بالضبط، اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ويكونوا احسن من نايف بكثير ان شاء الله. الله يعطيك العافيه كابتن. الله يعافيك حبيبي، يسعدك. كان معنا الكابتن نايف القاضي مشرف فريق الاولمبي نادي الشباب. انتقل لزميل عبد العزيز معاه ضيوف اخرين. ليس تفضل. شكرا يعطيك العافيه مهند. جانبي عبد المجيد عريش يعطيك الصحه والعافيه. كابتن الف مبروك فوزكم وصدارتكم. الله يعافيك والحمد لله على كل حال. وش اقول، بسم الله اشكر زملائي اللاعبين، قدموا مباراه حلوه، سمعنا كلام المدرب بدايه الاسبوع، طبقنا تكتيكه والحمد لله ما قصرنا. اليوم واجهتوا خصم عنيد امامكم، يعني خلال 90 دقيقه كان ضاغط عليكم. اي والله يلعبون كوره حلوه، بس الحمد لله البقاء الافضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الصوت والصوره طبعا تتوجه في هذه اللحظه للزميل مهند الحميد. مهند تفضل. شكرا عبد العزيز. معاي لاعب نادي الشباب عبد الملك التمري. بدايه ابارك لك الفوز و3 نقاط، قدمتوا مباراه حلوه مع شقيقكم نادي الاتحاد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز، والله يبارك فيك، وإن شاء الله نواصل على الصدارة إن شاء الله. الاتحاد اليوم كان مسيطر على الكورة، أنتم حافظتوا على مرماكم، جبتوا هدف وقفت على مرماكم. توجيهات المدربين كانوا بهذه الناحية؟ أن نسجل ونحافظ على الهدف وننزل محاور وننزل مدافعين، وانتهت المباراة على هدف واحد الحمد لله. يعطيك العافية ومبروك. الله يعافيك. الله يبارك. شكرا للكابتن نادي الشباب ولاعب نادي الشباب. معنا الكابتن حسن. في البداية أبارك لكم محصولكم 3 نقاط. الله يبارك فيك، ونهدي 3 نقاط للجمهور الشباب اللي حضروا، ونقول الحمد لله على كل حال، اخذنا 3 نقاط وخلاص، يعني زي ما تقول الفوز اهم شيء خلاص. اليوم قدامنا الاتحاد كان هو مسيطر، بس انتم كنتم مقفلين تماما. يعني بعد هدف حرزتوا خلاص انتم كذا كان طريقتكم تقفلوا على طول؟ والله زي ما انت شايف، يعني احنا سجلنا هدف تراجعنا شوي ورا،
الاتحاد ضغطنا شويه بس، لكن اهم شيء ان نحافظ وسجلنا هدف و3 نقاط امشي طبعا. الله يبارك فيك. شكرا للكابتن. طبعا